نادي الزمالك كان هيخش العالميه من اوسع ابوابها في ماتش بتروجيت اللي غلب فيه 2-0، ولكن الله كالعاده نادي الزمالك كان هياخد كمان جايزه بوشكاش. والله العظيم يا جماعه في هذا الهدف انا اقول لكم ازاي. وكمان تعثر بيراميدز هو وسيراميكا كليوباترا الاثنين في الدوري العام. سيراميكا كليوباترا اتغلب وبيراميدز تعادل 1-1، وده يصب في مصلحه النادي الاهلي. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هيثم كروي السينما، بنحلل كورة وسينما مع بعض. يا جماعة صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، مش هتخسر أي شيء والله. ولو حبيت الخير لغيرك بأمر الله الخير هيجيلك. وأصحابنا اللي في التيك توك يخشوا على اللينك بتاع اليوتيوب ويشتركوا معانا في قناة اليوتيوب. واليوتيوب قال كمان اللي شارك في القناة مجانا مش هتخسر أي شيء. طبعا نادي الزمالك غلب بتروجيت في الدوري العام في الجولة 16، غلب 2-0. ولكن يعني يحصل حاجه انلاكي قوي، مفارقه غريبه جدا. نادي الزمالك يعني لاعب ادم كايد زي ما انتم شايفين يا جماعه في الصور هنا، عمل حركه بهلوانيه ادم كايد، والكوره عملها بشقلباز برجليه وللاسف تيجي في العارضه. نادي الزمالك كان هيخش يعني العالميه من اوسع ابوابها، وكان هياخد يحصل على جائزه بوشكاش. تقريبا بوشكاش دي يعني كان هيبقى افضل يعني هدف في خلال 60 80 سنه والله العظيم في كره القدم. ما كناش هنشوف لقطه زي كده تاني للاسف. لكن يعني اللاكي نادي الزمالك سنظل اوفياء. وهارد لك يا ادم يا كايد. ولعب ماتش حلو قوي امبارح هو وعدي الدباغ وناصر منسي، لعب ماتش شابوب برضه ناصر منسي. اضافه كمان تعثر بيراميدز تعادل امبارح برضو مع الجونه، تعادل معاها 1-1، والاهداف جت في الشوط الاول من خلال ضربه جزاء، وتم يعني صدها من الشناوي واعادتها كمان مره، وبرضه سبحان الله جت في العارضه. وبعدها راح الولد يعني كملها، اللي هو الولد اللي حط ضربة الجزاء تقريبا رقم 4 تقريبا، حطها حلوة قوي في نص الجون، شغل دماغه بقى. وبيراميدز بيرد عليه في برضه في نفس الشوط، في الشوط الاول في الدقيقه تقريبا 44 من مصطفى زيكو، جون حلو قوي بدماغه مصطفى زيكو عشان البيراميدز يتعادل 1-1، وتتولى طبعا الفرص والحظ بتاعهم يعاندهم والماتش يخلص 1-1. وطبعا يوريتشيتش المدرب بتاعهم واقف على الخط، مش على بعضه طبعا، على نار كالعاده. بس احسن طبعا البيراميدز اللي هو اتعثر زي ما قلت لكم. ان شاء الله البيراميدز ممكن يتعثر وده يبقى في نصيبنا وصالحنا. وطبعا دلوقتي بيراميدز في المركز الثاني، بيراميدز يحصل على 28 نقطة الآن، والأهلي 26 نقطة، وورا الأهلي المركز الرابع الزمالك، ووراه المصري. وطبعا الثلاثة الأهلي وبيراميدز والزمالك لعبوا 13 نقطة، وده طبعا يعني بيقرب الفارق ما بيننا وما بين بيراميدز. لعل والعسى في الفترة القادمة الأهلي يعدي كمان بيراميدز إن شاء الله. وقال لك نادي الزمالك وهارد لك يا آدم يا كايد وهارد لك يا بيراميدز.